مساء الخير عليكم. تعالوا بقى نشوف بقى هنعمل مع بعض ايه. جايبين حلة نحط فيها اللحمة. طبعا اللحمة دي احنا هنشوحها الاول عشان تستوي معانا بسرعة. حطينا ورق لورو ونحط توابل بتاعت اللحمة، هي 7 بهارات يعني. فلفل اسمر، هنشوحها شوية عشان ايه ما نشوحها تستوي بسرعة. هنا عاملين لوبيا طبعا حطها على النار عشان تتسلق. انا يا جماعه ما كنتش عارفه اقلب قوي عشان التليفون ماسكه بايد وبقلب بايد، فما كنتش عارفه اقلب قوي. خليها بقى لما تتشوح. شوف ما كنتش عارفه اقلبها خالص. دلوقتي طبعا سبت التليفون طبعا وحطيت بقى الشوربه الميه. طبعا حاطه ميه مغليه عشان لو حطيت ميه من الحنفيه ما بتستويش. تعالوا بقى معانا كده اللوبيا اقلبها. تعالوا بقى كده ايه برضك، معرفتش ان انا اقطع البصلايه معاكم عشان التليفون، بس عملتها بقى في الكبه. حطيت معلقه سمنه عشان نعمل القوطه. يا جماعه متعوده احط حبه قوطه على الشوربه، جوزي بيحبها كده، اتعود على كده. فلو انتوا بتعملوها زي كده قولولي، هي بتبقى حلوه يعني بتخلي الشوربه يعني حمرا سنه كده، بتبقى حلوه. طبعا بكون عندي بطاطس جزر اي حاجه، لما اللحمه تستوي اقوم ايه حط عليها برضك جزر اي حاجه. الشوربه بتبقى يعني بزودها تاني ميه برضك سخنه مغليه من الكتل. تعالوا بقى نعمل كده البصلايه دبلتيه. شوفوا يا جماعه الحله عماله تجري مني على البوتاجاز، مش عارفه امسك عشان ايديا فيها التليفون. انا صراحه يا جماعه ما بعرفش احبش اعمل البصلايه دي في حلل الستانلس، احبها في الالومنيا، لاني بحس ان الستانلس ده يعني انا جايباه غالي وكل حاجه، بس احس ان هو بيحرق البصلايه. دلوقتي دبلتيه حطينا القوطه، مش برتاح له يعني ولا في تعمل فيه محشي ولا اعمل فيه بصلايه. ممكن بقى نطبخ في الحلة الألمونيا ونقلبه تاني في الستانلس نسخن وعادي يعني. بقى احنا ايه نحط اللوبيا، سبكنا نحط اللوبيا. اللوبيا دي يا جماعة انا جايبه ربع كيلو، بس اللي يشوفها كده يقول في الحلة في كيلو يعني. هي ربع بس اللي انا جايباه، بيقضينا يومين. بس كانت جميلة يعني. شفتي بقى. انا يا جماعة حطيت على الشوربة ديت
معلقة سمنة، بس ما كنتش ماسكة التليفون يعني. كده بقى هنجيب الشعرية، نعمل حبة رز، كوباية رز. ماشي يا جماعة، انا عندي برد والله، ما قادرة اتكلم خالص، تعبانة. ادعولي كده ربنا يشفيني. استنى بقى لما الشعرية تصفر كده، تحمر. يا جماعة ما اتحرقتش كده، هي كانت صفرة فاتحة خالص، مكانتش احمر كده، بس هي التليفون جايبة كده، هي كانت صفرة خالص. هتشوفوها دلوقتي في الرز. بس الرز ده ما انصحكوش تجيبوه. الرز ده كيس بره، انا جايبه الكيس ده ب14.5، الجمعيه اسمه كهرمانه. والكيس شكله جميل قوي من بره، وتشوفي الرز من جوه تقولي يعني نمره واحد. ده صراحه فتحته ما عجبنيش، فانصحكم ما تجيبوش منه. بصوا الشعريه يا جماعه صفرا ازاي، كانتش حمرا زي ما انتوا شفتوها. اللحمه دي بقى بشوفها اللوبيا اتعملت اهي. الرز بصوا بقى اصفر وحلو ازاي. انا كنت بدوقه عشان اشوف استوى ولا ايه.